السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده الفيديو عن ازاي هنصلح ريموت الكنترول. لو عندنا ريموت كنترول بايظ، ما نرميهوش ونشتري غيره. احنا ممكن نصلحه بطريقه سهله جدا، مش محتاج ان نجيب حد مثلا بتاع ريموتات او تلفزيونات يصلح. تمام. انا هعمل التجربه على ريموت الشاشة. تمام، لان انا عندي ريموت الباور بتاعه ما بيشتغلش وبيعلق، بياخد وقت كتير على ما يلقط انه يشتغل التلفزيون عندي، والميوت برضو اللي بيكتم الصوت، بس باقي الريموت بيشتغل عادي. يعني ممكن الصوت اعلي واوطي عادي، في حين ان انا الباور اون واوف بيعلق عندي، وتقريبا بقعد ربع ساعة عشان احاول اشغله فما بيشتغلش، فبسيبه وبسيبه ما بيشغلوش. تمام. تعالوا نشوف الطريقة. تمام، احنا هنا هنجرب نشغل التلفزيون قبل ما نبتدي. تمام، ما بيلقطش اي اتجاه، مفيش خالص. كل ده وانا بدوس على زرار الاون اللي هو الباور، ما بينطقش خالص. تمام، انا هنا موصل الفيشة طبعا، فهو مفيش اي استجابة. تعالوا بقى نشوف هنصلحه ازاي. احنا بقى هنحتاج معانا ايه؟ طبعا جراي حب يشاركنا الفيديو زي كل مرة، بس هو متضايق ومدينا ظهر. اول حاجة هنحتاج الريموت العطلان، وانا جبت لكم ريموت سليم عشان نشوف الفرق قبل ما نبتدي. دلوقتي الريموت من هنا بيبقى فيه لمبة كده. تمام. اللمبة دي بتطلع اشعة ما بتترقاش بالعين المجردة، اللي هي الانفراريد، اشعة تحت الحمراء، وهي موجودة في كل الريموتات. تمام. احنا عشان نعرف الريموت بايظ او ما بيستجيبش هنعمل ايه؟ هنعمل اختبار بسيط بان احنا نسلط الكاميرا على العدسة ديت، وندوس على اي زرار من الزراير، هتظهر لنا الاشعة كأن فلاش كده، ده يبقى سليم، ولو ما ظهرتش يبقى بايظ. هنجرب هنا، مش شايفين اي حاجة بتنور في الريموت البايظ. هنجرب في الريموت السليم. شايفين الإضاءة دي؟ تمام، يبقى كده الريموت سليم. هنجيب بقى معانا، هنحتاج بقى معانا ايه؟ طبعا اول حاجة هنفك البطارية من ورا. احنا عادة لما بنلاقي الريموت مش شغال بناخد البطارية القديمة ونقعد نعضعض فيها كده ونشغلها تاني. طبعا احنا عملنا كل الكلام ده وما اشتغلش برضو، فاشترينا بطاريات جديدة. بنركب بقى البطاريات الجديدة. طبعا انا ركبتها قبل كده فبرضو ما نطقتش، فمش هجربها دلوقتي عشان نختصر الفيديو. تاني حاجة بعد ما نشيل البطاريات هنعمل ايه؟ في ريموتات بتبقى بالمسامير وريموتات بتبقى كبس. الريموت ده كبس بيتفك من هنا، من الطرف ده، فاحنا هنحاول نفكه كله زي ما بنفك الموبايلات القديمة كده او اي حاجة كبس، ونفتحه. هنحاول بالراحة بس عشان ما نكسرش اي حاجة. ممكن نحاول نستخدم آلة حادة رفيعة، مثلا قطر او مفك او سن سكينة، بس بالراحة عشان ما نكسرش حاجة. نجرب بالقطر سنه ارفع. تمام، شفتوا انا دخلته ما بين السن، يعني ما بين الجزء ده والجزء ده، ورفعت سنة. هحاول اكمل بالراحة او بضوافري. ثانية واحدة. نحاول نعمل بالراحة جدا عشان ما نبوظش حاجة.
هحاول انا اسلكه. بصوا انا حاولت اسلك جزء كده، هحاول اسلك كله واوريكم. بصوا ابتدى يسلك معايا ازاي. تمام. هكمل بقى من الجنب التاني. بحط السن بتاع القطر وبالراحه بقوم جايه ورافعه كده اهو. طلع تمام. نقفل القطر وهنلاقي ان هو طلع معانا لنصين. تمام. النص ده اللي هو الزراير برضو بيطلع خالص من البلاستيك. تمام بالمنظر ده. ودي الدايره الكهربائيه بتطلع برضو. انا مش هحاول اطلعها. هو في فيديوهات بيقولك بتتاكد ان الدوائر الكهربائيه دي ما فيهاش حاجه مقطومه، واللحامات دي ما فيهاش حاجه مفكوكه، واللحامات اللي من عند اللمبه ما فيهاش حاجه مفكوكه، عشان ايه لو كده بتلحمها تاني. انا طبعا عارفه مشكلته فمش هطول. انا عارفه المشكله عندي ان هي بس في زرار الباور وزرار الميوت. يعني المشكله عندي هتبقى في الجزء ده والجزء ده. تمام. بنعمل بقى بعد كده ايه. هو اصلا ايه اللي خلاه يعطل؟ ممكن يكون دخله ميه. ده السبب الرئيسي، يكون دخله ميه، وقع عليه ميه، وقع عليه كوبايه شاي، فتسرب جزء ما بين الزراير ودخل للدايره الكهربائيه. فهنحتاج مناديل او ودانات ونبتدي نمسح بالراحه جدا. تمام. نمسح على كله عشان لو في اي اتربه بالمره. نديله نفخه كده. تمام خلاص. وممكن برضو في الجزء ده برضو نديله ايه مسحه كده على نفخه عشان اي تراب. بعد كده بنعمل ايه؟ خلاص شلنا التراب وشلنا مسحنا اذا كان في ميه او حاجه. بعد كده بنحتاج قلم رصاص. تمام. هنجيب قلم رصاص عادي خالص وهنبتدي نمشي على الجزء بالطريقه دي، بس برفق جدا وبالراحه عشان ما نخربش الدايره الكهربائيه. تمام. وهنعمل على الجزء بتاع الميوت. ممكن نمشي على الزراير كلها كده بالراحه، لان الرصاص يعني موصل جيد للطاقه الكهربائيه يعني. خلاص. وبنبتدي نعمل الكلام ده في الجزء الجلد برضو على النقط السوداء دي، وبرضو بالراحه. هنعمل بالراحه. ممكن اعمل لكم زوم عشان الدنيا تبان اكتر. وده زرار الباور اللي مغلبنا. بعد كده بنركب كل حاجه زي ما هي. انا هبتدي ارجع كل حاجه زي ما هي واوصل البطاريه واجرب معاكم. انا اول مره اعمل القصه دي. انا جبت طريقه من على اليوتيوب برضو، فقلت ايه اجربها معاكم، ولو نفعت تستفيدوا منها زي ما انا استفدت منها، بدل ما كل ما يموت يبوظ نروح نرميه ونجيب غيره. طريقه سهله ومفيش احسن من كده. تمام. هنركب الريموت بنفس طريقه الكبس. بص هو الجزء ده، الاجزاء دي هي الكبس بتخش في الريموت، يعني بين كل واحده وواحده مسافه ازاي. تمام. وهنا دي الكبس بتخش هنا فيكبس. هنرجع كل حاجه زي ما كانت.
نضغط على الجلده دي كويس عشان الزراير تطلع من بره، وبعدين نحط عليها الجزء التاني. بص هو وقع اصلا لما قلبته، هو وقع، واللمبه كويسه ثابته ما بتتحركش. لو مهزوزه او بتتحرك يبقى الجزئين دول عايزين يتلحموا، اللي هم دول. تمام. ببتدي ارجع كل حاجه زي ما كانت. واقفل الريموت. تمام. انا كبسته اهو من فوق، ببتدي اكبس من كل جنب. خلاص بعد ما بكبسه كله من جميع الجوانب ببتدي احط البطاريات تاني من ورا، الموجب في مكانه والسالب في مكانه، وبقفل الغطا. تعالوا نشوف مع بعض الطريقه نجحت ولا ما نجحتش. بنسلطه زي ما قلنا على الموبايل هندوس على الباور. بسم الله. الميوت نور، الباور لسه ما نورش. نحاول نمسح العدسه كده. طيب هضطر ان انا افتحه تاني مع نفسي وهشوف النتيجه وهوريكم برضو، لان انا فكيته على طول بسرعه وعملت بنفس الطريقه، وهجرب معاكم تاني. حطيت البطاريات اهو قبل ما اقفل الغطا، هجرب تاني معاكم على زرار الباور. بسم الله. نور اهو. تمام الحمد لله. شايفين؟ تمام. والتلفزيون اهو اشتغل. انا واقفه اهو من مكاني. تمام اشتغل اهو. الاول كنت باجي كده عشان احاول ان انا اشغله. تمام الحمد لله تم ان هو اشتغل. شفنا اللمبه نورت. فين اللمبه اهي؟ شايفين اللون اللي بينور ويطفي اهو؟ بسم الله. الشاشه اشتغلت. هنحط فيشه الدش كده. التلفزيون اشتغل الحمد لله. تمام. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، وطريقه سهله ومش محتاجين ان احنا نرمي الريموتات بعد كده. اي ريموت عندك، ريموت تلفزيون، ريموت ريسيفر، ريموت تكييف، هتبتدي تصلحيهم كلهم بنفس الطريقه. بس وانت بتعملي بالقلم الرصاص او انت بتعمل بالقلم الرصاص ما تخربش جامد عشان ما تمسحش الدايره الكهربائيه اصلا. تمام. وبكده بيكون الفيديو بتاعنا انتهى. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه وتضغطوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.